انجليزي ده يا مرسي دي اول كلمه بتيجي في بالنا لما بنسمع حد بيتكلم انجلش غلط. وعشان نفهم ليه الناس بتتكلم انجلش غلط هنرحب بضيفتنا النهارده شيري حسين، سفيره الانجليزي. اهلا بيك. اهلا بيك، منورانا. اول حاجه خالص بقى، الناس بتسال دايما ايه الفرق بين البريتش اكسنت والامريكان اكسنت؟ زي الفرق ما بين اللهجه القاهريه واللهجه الصعيدي. بس احنا كده. عندنا طبعا هما الاثنين انجلش والاثنين لغه اللي احنا بنتكلمها وعارفينها. الاصل في الاثنين البريتش، يعني الانجليش اصلا اساسه كان الانجليزي البريطاني، ده كان الستاندرد في العالم كله. بعد كده الامريكان لما بدا يبقى ليهم هيمنه وسيطره اكتر وبدا الاقتصاد بتاعهم يبقى اقوى، بداوا ينفردوا بلهجه عشان يقولوا انهم موجودين، وبداوا يطلعوا فيها فروق كتير ما بينها وبين البريتش. هو لحد دلوقتي البريطانيين مش معترفين بلهجه الامريكان اصلا، يعني هتشوف فيديوهات هزليه كتير على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك، هتلاقي فيه البريتش دايما بيصلح للامريكان الاكسن بتاعته. فهو يقول له water يقول له no water، يقول له no it's water no water repeat after me، ويبتدي بقى يتعصب البريطاني على الامريكاني لانه مش معترف ان الامريكان اكسنت اصلا موجود. ده بالنسبه له غلطه. ده بالنسبه له غلطه، بالنسبه له هو كده بيبوظ اللغه. لكن الاكسن الدرجه واللي في الوظائف مطلوبه اكتر، واللي حتى في المدارس دلوقتي في مدارس امريكان بتدرس الامريكان اكسنت اصلا، وده التوجه بتاعها اللهجه الامريكيه لانه هي اللي مسيطره. طب اللي بيدرس في مدارسنا بتاعت زمان، مدارس الحكومه قبل ما تظهر مدارس يعني الخاصه دلوقتي والمدارس الانترناشونال، ايه اللي كنا بندرسه ده ايه؟ مش لو افترضنا ان ده كان انجليزي اصلا يعني، بس خلينا نقول لا، هو في الكتب كان انجلش. في الحصه يعني هو انجلش في الحصه، مش ما فيش لهجات، هو بيدرس لك اللي عارف يقراه، لان هو المدرس اصلا مش عارف ايه هي اللهجات ولا عارف الفرق ما بينها، ولا سافر ولا سمع ولا اتعامل مع اهل لغه ولا يعرف حاجه خالص. هو بيقرا اللي في الكتاب وبيمليه على الطالب، واحيانا بيشرح حاجات مش فاهمها طبعا مع احترامي لكل المدرسين. يسترزق شغله، بيعمل شغله، وهو داخل شايف ان هو لحد النهارده مدرسين المدرسه لحد النهارده هم شايفين انهم بيعملوا شغلهم. هو داخل الكلاس حافظ الكلام اللي هو بياخده وبيحاول يحفظه للطالب. في تيتشر كان شغال معايا من فتره، ان هو دخل لزميل ليه كان بيحاول يساله على الفروق ما بين التنسز، الازمنه بالانجلش كويس، فقعد معاه حوالي نص ساعه، وفي الاخر قال لي انا خرجت قمت من قدامه وانا مش فاهم اي حاجه منه، وعشان ما احرجهوش ما حاولش اغلس عليه. فهمت فانا رديت عليه وقلت له ما ينفعش حد مش فاهم حاجه يفهمها لك، هو حافظها، هو عارف ان تكوين المضارع البسيط الفيرب بلس اس او اي اس مع هي وشي وات وهكذا، هو ده اللي هو يعرفه. لكن امتى بتكلمه، ليه بستخدمه، بحطه في اي مكان، ما هو الجرامر والكلمات هي كلها عامله زي المبنى. انا ببني الاول، بجيب المونه وبعدين بجيب الطوب الاحمر وبعدين احطهم مع بعض وبعدين ابتدي احط لهم التوبينج من بره وبعدين افرش الحاجات دي، هي الجرامر والكلمات والاكسنت، والثلاثه بيكملوا بعض، بتعمل بيهم خلطه تطلع لك اللغه زي العربي وزي اي لغه تانية. لكن لو انا حافظ الحاجات دي ومش عارف اوظفها فين، انت عارف ان ده طوب وان ده اسمنت وان ده زلط ودي ميه وادهم لك كلهم مع بعض، اقول لك دول انت هتبني بيهم عماره وانت ما تعرفش الريسبي، مش عارف انت هتحط ايه على ايه ولا هتعمل ايه فين. هو ده بالظبط اللي بيحصل، ان هو بيقول للطالب دي كلمات احفظها وده جرامر احفظه ودي جمله حلها كده عدي في الامتحان، فبيخرج الطالب مش فاهم حاجه، جايب الدرجه وناجح من تحت ايد تيتشر مش فاهم حاجه، في منظومه مش فاهم حاجه. صحيح. وده اللي بيخلي الناس فعلا انجليزي ده يا مرسي، ان الناس بتتكلم انجلش وهي بتفتكر انها بتتكلم صح لانها نجحت في الامتحانات في المدارس، دي حقيقة. وبتعرف تقرا بعض الجمل بالفعل. هو مش بيتكلم، هو بيقرا بس. هو قصه التحدث دي بقى حوار تاني خالص، ده لما بيسمعوا حد بيقول الصح بيتريقوا عليه. يعني انا بيبقى عندي طالب في مدرسه او طالبه في مدرسه حكومه بالذات، او مدارس التجريبي او المدارس الخاصه اللي هي مش ناشونال مش انترناشونال بالظبط، فتلاقي الطالب لما بيدخل الكلاس بيسمع من التيتشر غلط وبيسمع من زمايله غلط، ولما بيجي لي وهو متضايق لانه مش عارف الصح فين، هو اللي حضرتك بتقوليه هو اللي صح ولا اللي هو بيقوله هو اللي صح؟ اصل انا عدلت لما هو قال لي كلمه غلط قلت له على فكره يا مستر هي مش كده، فهو عمل معايا مشكله وزمايلي بقوا بيضايقوني في الكلاس لانهم مش عارفين الصح وهم كمان. فانا برد عليه اقول له اللي انت بتتعلمه عندي ما تقولوش لحد، اتعامل بيه بره المدرسه،
التيتشر ليه احترامه، هو في كل الاحوال المدرس بتاعك، ما يصحش انك موقف تعدل عليه. محرج ان هو يعدل للكل. عليه قدام الطلبه كمان حاجه موقف محرج للكل. غلط جدا. صحيح. دي حقيقه. صحيح. هو مش ذنب المدرس ان هو اتعلم غلط، لكن هو على عاتقه دلوقتي في مهمه انه يصلح. بدل عرف، انا عرفت وعرفت ان اللي بقوله مش صح، وعرفت ان انا باذي الطالب اللي قدامي، وعرفت ان اللي انا بعمله ده بيضرني وبيضره، اصلحه حتى لو بالتدريج. يعني الاحرى بالمدرسين ان هم ياخدوا كورس انجلش طبعا. عشان يبتدوا يعلموا صح. طبعا ده اهم واحد لازم ياخد ده كورس. اول واحد لازم يروح عشان يعرف فعلا يتكلم صح وبالتالي يعلم صح. هو عنده المعلومه، هو بس عايز ازاي يظبطها، يحطها يحطها عشان في يفيد المكان الناس الصح. اللي بيعلمهم بالفعل. بالظبط كده.